ما هو السبب في وضع الأيادي على الرؤوس؟ وحتى بعضهم إذا ذكر اسم القائم يقول هو يقف. هل هذا مثلا من المستحبات المؤكدة؟ وهل هو من المستحبات التي يجب فعلها أو لا؟ بالواقع احنا عندنا اتجاهان لهذا المعنى. الاتجاه الأول أنه عندنا رواية تقول إذا خرج صاحبكم صاحب الزمان وضع يده على رؤوس العباد فاكتملت عقولهم فيصبح الفرد الواحد رؤوس العباد فاكتملت عقولهم فيصبح الفرد الواحد عقله مكتمل. لما نقول عقله مكتمل يعني كل قواعد العلم والمعرفة والحياة موجودة بين يديه. يصبح عند ذلك مباشرة إذا نظر في القرآن عرف كيف يستنبط حكم شرعي، يعني ما يحتاج بعد إلى أن يرجع إلى عالم. هذا الصورة الأولى، الرواية الأولى اللي تقول يضع يده على رؤوس العباد، فكأنما لما يضع نظر في القرآن عرف كيف يستنبط حكم شرعي، يعني ما يحتاج بعد إلى أن يرجع إلى عالم. هذا الصورة الأولى، الرواية الأولى اللي تقول يضع يده على رؤوس العباد، فكأنما لما يضع المؤمنون أيديهم على رؤوسهم يقولون سيدنا تكرم علينا بوضع يدك على رأسنا. آية واحدة. المطلب الثاني في هذه القضية لا يعتبر من باب القدسية والاحترام بالرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام لما قرأ الاحترام بالرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام لما قرأ دعبل بن علي الخزاعي قصيدته بين يدي الإمام الرضا، القصيدة المشهورة اللي مطلعها يقول مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر العرصات. قصيدة المشهورة يعدد القبور، يقول وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالصلوات، وقبر بطوس والإمام الرضا على قيد الحياة بالصلوات، وقبر بطوس والإمام الرضا على قيد الحياة. قل وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى أن يبعث الله قائما. فالإمام الرضا عليه السلام يقال هنا بروايتين، رواية تقول وضع يده على رأسه، ورواية أخرى تقول وقف لما قال حتى يقوم كذا إمام فوقف الإمام الرضا عليه السلام وضع يده. رواية تقول وضع يده على رأسه، ورواية أخرى تقول وقف لما قال حتى يقوم كذا إمام فوقف الإمام الرضا عليه السلام وضع يده على رأسه. هذا يعتبر إذا الإمام أجراه بهذه الرواية، وفيها تحقيقات طبعا، إذا الإمام أجراه معنى ذلك يفيد الاستحباب. إذا ذكر صاحب الزمان وضعنا أيدينا على رؤوسنا، هاي بعد بركة ونطبق استحباب قدمه الإمام